السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ودي أول زيارة ليك، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد. ويا ريت ما تنساش العمل بلايك، وأي حاجة أنت تعوزها تكتبها لي في تعليق وأنا بإذن الله هرد عليك. النهاردة معانا ايدروبين مجاني، يعني الاتنين مش هتحط فيهم سنت واحد. أول ايدروب اسمه هيفن 1. الايدروبات ديت مجانية، طبعا هتديك عملة مجانية اللي انت تجرب بيها الموقع، يعني هتجرب بيها البريدج والصواب اللي انت تبعت من محفظة لمحفظة، او اللي انت تبدل من عملة لعملة. كل دوت مجاني، هو الموقع بيديك العملة ان انت تجرب بيها كل شيء مجانا، مش هتحط اي مبلغ من معاك. طبعا الايدروبات ديت بتطلب منك مجموعة مهام، المهام ديت انت اللي بتاخد عليها المكسب بتاعك. طبعا المكسب الايدروب بيتكلم عن من 500 ل 5000 دولار. فكل ما انت بتعمل المهمات يوميا وبتعملها مظبوط وبتعملها كل دقة، بتلاقي نفسك بتعلي المكسب بتاعك. وكل ده هيحتاج منك حوالي ربع ساعة بالكتير وهتخلص المهمات ديت. فانت هتبقى ضامن ان انت هتكسب مكسب حلو بوقت قليل جدا. تابع معايا الشرح خطوة بخطوة ونفذ كل اللي هعمله بالظبط، وانا باذن الله الشرح بتاعي هيكون بسيط جدا، مش هيكون شرح معقد، هيكون كده شرح يعتبر بالبلدي. ويلا بينا نخش على الاول ايدروب وتابعونا وركز كويس معايا. ورجعنا تاني للشرح، وده هيكون اول ايدروب معانا، هيفن 1. وهيكون واجهة الموقع كده، هتلاقي رابط الموقع دوت في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وزي ما قلنا قبل كده لازم أن يكون معاك محفظة ميتا ماسك، لان المحفظة ديت هنعوزها كتير في كل الايدروبات. واللي عايز المحفظة ديت يكون ليها شرح مفصل ازاي تشترك فيها، وازاي تعمل حساب، وازاي تحط اي شبكة انت عايزها، وازاي تغير العملة من العملة، وكل ده وتضيف عملة عليها. لو انت عايز شرح عليها مفصل اكتب لي في التعليقات وانا اعمل لك عليها في فيديو شرح مفصل بكل شيء. الايدروب ده هو الطالب اللي احنا نسجل فيه، وبعد 4 ايام او 5 ايام بالكتير هنخش على الايدروب، هنلاقي نفسنا متفعلين اللي احنا هنقدر نخش نعمل المهمات اللي هو طالبها مننا. فاحنا هنخش نسجل وهنخش على الايدروب التاني، وباذن الله هنرجع للايدروب ده لما حسابنا يتفعل فيه. طبعا كل ده مجاني من غير اي فلوس. اول حاجه هنعملها هنخش على التسجيل هنا، ويقوم جايب لنا اللي احنا نختار محفظة ميتا ماسك. هنقوم ضاغطين على ده، هيفتح لنا المحفظة عشان نأكد العملية اللي احنا عايزين الاشتراك فيها. هنيجي هنا هنلاقي نعمل التالي وهنعمل اتصال. كده هو هيربط المحفظة بالموقع، وكده هو بيضيف لنا الشبكة بتاعة الموقع دي. هنقوم ضاغطين هنا تمام، وهنضغط اللي هو هينقل الشبكة من شبكة تانية. أول شيء هنعمله هنا، طبعا أنا مترجم بالترجمة عشان يبقى كل حاجة عارفها بالعربي، لأن الإنجليزي ضعيف فيه. فبيقول لك هنا انضم لقائمة الانتظار، فاحنا هنخش عليها. هنكتب أول حاجة هنا الاسم، وبعدين هنا البريد الإلكتروني، وبعدين هنا اسم التليجرام بتاعك، وهنا خانتين مش هتقدر تعمل فيهم حاجة. هنيجي هنا نكتب اي اسم احنا عايزينه بالانجليزي. طبعا كل الحاجات هتبقى بالانجليزي، فهنكتب هنا اسم والبريد والكلام ده كله. بعد ما كتبنا الاسم والايميل هنروح على التليجرام عشان نجيب اسم التليجرام ونحطه هنا. هنفتح التليجرام بتاعنا وهنيجي عند الشرط دي كده ونضغط. هنلاقي هنا اللي هي الاعدادات او السيتنج بالانجليزي لو هي عندك تمام. هنقوم داخلين على الاسم ده، هنقوم واخدينه كده كده نسخناه، ونقوم رايحين على الموقع تاني ونقوم عاملين لاسك هنا. طبعا احنا هنشيل العلامه ديت عشان العلامه دي هي كده كده موجوده هنا. وبعدين هنعمل طلب الانضمام الى قائمه الانتظار، وبعد ما ضغطنا هيرجع لنا لواجهه الموقع، وهنا بيقول لك انت دلوقتي في قائمه الانتظار. وكده بقى احنا خلصنا الايدروب دوت. طبعا الايدروب ده ما خلصش على كده، بعد 5 ايام هتيجي تخش على ايدروب تاني، هتلاقي نفسك اللي انت تقدر اللي انت تشتغل عليه. واول ما يدخلوني الموقع هقوم برضو عامل عليه فيديو بحيث ان انا اشرحه لكم خطوه بخطوه. هنخش على الايدروب التاني وابقوا معانا. هنخش على الايدروب التاني. طبعا في الاول هتحتاج ان انت تجيب عملة بحيث ان انت تجرب الايدروب فيه. طبعا هيكون الموقع دوت موقع انفورا، ده بيديك عملة مجانية ان انت تقدر تجرب الموقع. طب احنا هنجيب العملة دي ازاي؟ هنقوم فاتحين الميتا ماسك، وبعد ما نفتح الميتا ماسك هنقوم رايحين هنا في المكان دوت بحيث ان احنا هنجيب الشبكة بتاعت السابوليا اللي احنا هنجيب منها. هنقوم مختارين الشبكة من هنا. طيب لو الشبكات دي مش ظاهرة، هنضغط على دوت هيقوم ظاهر معانا الشبكات. طبعا هو مش ظاهرة معايا عشان انا معايا شبكات كتير. فانا لو كتبت حرف الاس كده اللي هي الشبكة دي هتلاقيها موجودة كده كده في الميتا ماسك. فانت مجرد ما تعلم على دي هتلاقي الشبكة دي ظاهرة. فهنختار الشبكة دي وهنكون عليها تمام، وهنقوم واخدين
اللي هو الرابط نسخ، ونيجي هنا عند الموقع نقوم حاطينه هنا، وهنقوم ضاغطين هنا. طبعا الموقع لازم تسجل فيه، يعني الموقع ده لازم تكون مسجل فيه. طبعا الاشتراك بتاعه مجاني، يعني ما بتدفعش فيه فلوس، وبتشترك زي اي موقع عادي، مفيش مشكله. هو تعتبر هو بيتعرف اللي انا مشترك فيه ولا لا. فانت هتخش تشترك عادي، تكتب الاسم بتاعك والكلام ده كله، كل ده الكلام سهل. طبعا انا مشترك فيه، فانا هخش اللي انا اسجل الدخول على طول. بعد ما سجلت في الموقع هتلاقي المنظر ده كده. هتيجي عند كلمة بوست هتضغط عليها، وهتيجي عند الخطوة اللي انت هتحط رابط المحفظة اللي احنا جبناه من هنا، وهتقوم عامل اللي هو يرسل لي المبلغ اللي هو هيديهولي. طبعا كل ده مجانا، يعني ما بياخدش منك اي حاجة. هنا بيراجع كده العملية. لو ضغطت تاني هنا هيجيب لك رسالة ان انت كده جاب لك اللي هو بعت. هنا لو جيت ضغطت تاني هيجيب لك رسالة اللي انت اخدت الفوسيت ده النهارده، ولازم أن تقعد 24 ساعة. برضه هوريك عشان تبقى انت عارف كل حاجة. هنا بيقول لك لازم أن تقعد 24 ساعة علشان تقدر تاخد تاني العملة المجانية عشان تقدر تشتغل بيها في الادروبات اللي هي المجانية برضه. طبعا العملة دي يا جماعة انت ما تقدرش تستخدم فيها اي حاجة الا انت تخش بيها الايدروبات المجانية. بعد ما خدنا العملة من الموقع هنروح برضو للموقع التاني، برضو نفس النظام. هنخش نسجل برضو زي اي موقع، وتقوم جايب هنا رابط المحفظة بتاعك، وتقوم عامل انا لست برنامج روبيت، وتقوم عامل ابعت لي. كده هو بيبعت لك الفلوس اللي هي العملة اللي هي المجانية. كل دي عملات تجريبية، تمام. فكده هو باعت لك العملة. هنروح للمحفظة بتاعتنا، هنلاقي هنا ان الرصيد بتاعنا زاد، وبقى معانا اثيريوم سابوليا اثيريوم اللي هي عاملين حوالي 2700. طبعا زي ما بقولك العملة دي تجريبية مش حقيقية، يعني عشان ما حدش يفكر ان دي فلوس ويحاول يقعد يسحبها والكلام ده. فدي عملة تجريبية. بعد ما خدنا اللي هو البوسيت اللي هو العملة المجانية، هنيجي هنا هتلاقي كل الروابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو. هتيجي هنا هتقوم رابط المحفظة بتاعتك بالموقع، هتقوم ضاغط على اللي انت هتشتغل على الميتا ماسك من هنا، هتقوم مختار الميتا ماسك. هنا هيقوم جايب لك الميتا ماسك. ممكن يجيب لك الميتا ماسك اللي انت تعمل تأكيد على الايه، على اللي انت اشترك. تمام. خلينا بقى نركز في الحتة دي. هنا هتخلي الشبكة اثيريوم سابوليا، تمام. وهتيجي هنا برضو على المحفظة تفتحها، وبرضو هتقوم ضاغط تتأكد اللي انت برضو على السابوليا اللي انا جبتها لك تحت قبل كده. تمام. يعني انت هتتأكد اللي انت هنا على السابوليا هنا، وهنا على السابوليا. هتقوم مثلا انت عايز نبعت من الشبكه للشبكه اللي هي اي اكس 1 اكس 1 تسنت، يعني حاجه تجريبيه، شبكه تجريبيه جديده. فهي عايزاك ان انت تقعد تجرب الموقع بتاعها والكلام ده كله، عشان تعرف ان الدنيا سليمه عندها والكلام ده. يعني انت بتساعدها وبتنشرها بحيث ان الناس تعرفها والكلام عشان في مستثمرين هيخشوا بعد كده. وبعد كده هم باذن الله لما بينزلوا الايدروب بيدوك جزء من مكسب من العمله بتاعتهم باذن الله اللي هي اللي هتنزل السوق. هنيجي هنا هنقوم مختارين هنا اثيريوم. طبعا انا عندي وواحد وتسعة من فاصلة والكلام ده. فهنيجي هنا مثلا نكتب صفر فاصلة، هنكتب مثلا واحد، وهنقوم عاملين بريدج. تمام. هنيجي هنا هنقوم عاملين كونفيرت اللي احنا هنعمل المعامله ما بينهم، اللي احنا هنبعت من الشبكه دي للشبكه دي. هتفتح لنا الميتا ماسك، هنعمل تاكيد المعامله بتاعت طبعا هنا هم بياخدوا عموله. طبعا العموله دي كلها من العمله اللي انت واخدها مجانا، يعني انت كده كده ما بتدفعش حاجه. هنقوم عاملين تاكيد، وكده بيقول لك العمليه نجحت، هتعمل اوكي. هنيجي بقى اللي احنا نبعت من الشبكه للشبكه دي. هنقوم عاملين هنا على السهم من دوم بحيث ان احنا نبدل الشبكه، وهنقوم رايحين على الموقع التاني اللي هو الفوسط الخاص بالاكس 1. تمام. يعني العمله اللي هي الخاصه بالايدروب ده. هنقوم جايين هنا نعمل كونكت للمحفظه. تمام. هنقوم برضو مختارين هنا عشان نجيب الميتا ماسك. كده هو اشترك في الميتا ماسك. تمام. هنيجي نحط الرابط بتاعنا برضو هنا، رابط نجيبه من هنا، ونقوم عاملين اللي احنا عايزين الفوسيت بتاعنا. فهنضغط كده، ونقوم محركين دي لحد المربع بتاعها بالظبط كده. وهنا هو بيقول لي خلاص اداني اه عملة من العملة بتاعته. هنقوم داخلين نعمل البريدج هنا، هيودينا على الموقع اللي احنا كنا عليه.
هنا بقى طبعا احنا عملنا الخطوه اللي احنا بعتنا من شبكه السابوليا لشبكه الاكس 1. فاحنا هنعوز نبعت من الاكس 1 بقى للسابوليا، يعني هنعكسها. فطبعا احنا هنا معانا اتنين من هي العمله بتاعت العمله برضو التجريبيه اللي لسه هتنزل السوق، يعني هي لسه مش موجوده في السوق، دي اللي هتنزل السوق. فاحنا هنعمل برضو، هنقوم مثلا جايبين مثلا 0.0 صفر واحد مثلا، ونقوم عاملين البريدج، وهنيجي هنا نعلم على الجزء ده، ونقوم برضو عاملين ارسال. هيفتح لنا محفظة الميتا ماسك عشان نأكد المعاملة دي. هيجي هنا برضو هياخد عمولة، بس كل ده برضو انت كده كده ما تدفعش حاجة، عمولة من نفس العملة اللي هي بتاعت الموقع، هتقوم عامل تأكيد. كده بيقول لك هي اتبعتت، وهنقوم عاملين اوكي، وهنخش على المرحلة التانية. الخطوة اللي بعدها هتقوم فاتح الديسكورد بتاعهم، تمام، برضو هتلاقي الرابط اسفل الفيديو. هتقوم ضاغط هنا، تمام، هتقوم ضاغط هنا برضو، فهو يدخلك على الديسكورد بتاعهم. طبعا هنا لما دخلك على الديسكورد هتقوم ضاغط هنا وضاغط هنا، وتقوم عامل نكست، تمام، وتقوم عامل فينيش. كده انت اشتركت في الديسكورد بتاعهم، تمام. كده هو دخلك، هتقوم داخل اول ما تدخل مثلا، هتقوم معلم على الكلام ده كله، بحيث ان انت تبقى متفاعل في الديسكورد بتاعهم. يعني الحاجات ديت برضو ايه مهمة شوية، تمام. وهتيجي هنا عند دي، وبرضو هتقوم عامل الكلام ده كله، بحيث ان انت تبقى متفاعل. طبعا انت بتختار حاجة واحدة، تمام. وهتقوم في المكان دوت جي ام وجي ان دي، تقوم كاتب برضو جي ام بس بالانجليزي طبعا، جي ام، وتقوم باعتها، بحيث ان انت برضو تشوف ايه الرولات اللي انت خدتها. الحاجات ديت مهمة جدا يا جماعة، كل ما تتفاعل في المكان ده اكتر، كل ما بيدوك لورات وادوار مهمة، فانت هتفيدك برضو في الايدروب جامد. الحاجات دي مهمة. بعد ما دخلنا هنا، هنخش على الخطوة التانية. طبعا هنا يا جماعه لازم تعمل الكلام دوت يعني كتير، يعني كل يوم تخش تعمل لك معاملتين ثلاثه، اللي انت تبدل من الشبكه ديت وتبعت للشبكه ديت، لو حاجات بسيطه كده، بحيث اللي هو ايه الفلوس ديت ما تخلصش معاك، اللي هي التوكن والعمله ديت ما تخلصش معاك. وبرضه يومين انت بتخش تجيب اللي هو التوكن من المواقع اللي احنا جبنا منها الاول. قالوا داخلين على موقع الجلاكسي. طبعا موقع الجلاكسي ده يا جماعه مهم جدا للايدروبات. اي ايدروب بيبقى حاطط المهمات برضه في موقع الجلاكسي ده، فلازم تكون انت برضو مشترك في الموقع دوت، بحيث ان انت تنفذ المهام اللي هو عايزها منك، اللي انت تخليك تبقى، اللي هي تخليك اللي انت تبقى موجود في الايدروب بشكل كبير، تمام. فهي مهمته سهله، يعني مهمته تويتر والكلام دوت، حاجات بسيطه هو بيطلبها منك انت بتعملها. هنيجي كده على اول حاجه، اللي انت هتعمل فولو للتويتر بتاعهم. هتقوم ضاغط هنا على دي، هيفتح لك صفحه كده. طبعا هتكون انت التويتر بتاعك متسجل في موقع الجلاكسي والكلام ده كله، كل الحاجات بتاعتك هتبقى متسجله، الديسكورد والتويتر والكلام ده كله. هنيجي نقوم عاملين فولو، تمام، ونقوم راجعين ونقوم ضاغطين على السهم ده، هيدينا علامة صح اللي انا كده عملت المهمة دي. هنيجي على المهمة التانية برضو نفس الموضوع، هيفتح لنا التويتر، تمام. كده انت بتعمل زي دعاية للموقع دوت، بحيث ان الناس تعرفه. هتقوم عامل لايك، وتقوم راجع تاني، تقوم ضاغط على المثلث هنقوم جايين هنا، ده الديسكورد بتاعهم، تمام. هيقول لك هو عايز الرول ده، تمام. طبعا الرول ده احنا خدناه من قيمه شويه، فاحنا هنيجي نضغط كده باذن الله، هيجي اللي احنا خدناه. او هتخش تاني على الديسكورد برضو عشان تتصل بالديسكورد، عشان هو يعرف اللي انت خدت الرول اللي هو طالبه منك. بعد ما دخلنا على الديسكورد هنسوي شويه لانه الموضوع ممكن يطول شويه. هنيجي عند ديت، طبعا لو في انت حاجه ما دخلتش عملتها وعملت كده، هيجيب لك اللي هو انت ما عملتش حاجه، وهيجيب لك عداد تاني اللي انت تعيد المحاوله. هنيجي نخش على دي كده، تمام. لا، هتخش على تويتر، اللي انت هتعمل مثلا اه ترسل الرابط لثلاث اصدقاء من عندك.
تمام، وتقوم عامل نشر للرابط دوت، وتقوم راجع تشوف هو هيقبل ولا لا. كده هي عملت علامة صح، قبل. سيب ده يتابع مع نفسه. ضمت عليهم علامة صح. ديت الحاجات اللي احنا عملناها في البريدج. تمام، اللي احنا بعتنا من الشبكة دي للشبكة دي ايه، يعني غيرنا ما بينهم. فهو دي حاجات، دي المهام اللي انت عملتها، فهي جات لك، يعني اللي هي انت عملتها مظبوط. هنيجي هنا نعمل برضو، نخش على التويتر دوت، هنستنى لما يحمل، ولهم ضاغطين مثلا، ونقوم عاملين برضو هنا، هنقوم داخلين على التانية، على المهمة التانية. فهي كلها حاجات بسيطة بتتعمل في ثواني. هنقوم برضو ضاغطين، ونقوم عاملين هنا، ونقوم جايين هنا برضو. طبعا في اضربات كتير. يعني اكترية الاضربات بتبقى على موقع الجلاكسي ده، اللي هي المهمات بتاعتها على موقع الجلاكسي ده. موقع الجلاكسي اللي هو يعتبر الاثبات بتاع الاثبات اللي انت عملت المهمات اللي هي مطلوبة منك. فالموقع ده مهم جدا، لازم تكون انت مشترك فيه. هناخدهم بالترتيب كده واحدة واحدة، ونعمل جميع المهمات. طبعا انت كل ما تعمل مهمة كل ما النقط بتاعتك بتزيد، لان الموقع ده مربوط بالنقط اللي انت بتعمل بيها المهام. يعني هنا مثلا 60، طبعا هنا النقط كلها 80 نقطة. فاحنا مش هنضغط هنا الا لما نخلص ال 80 نقطة كلهم. كده 70 فيها عندنا اللي هي ديت، هي مش راضية تجمع معايا. ممكن نعمل ريفرش للصفحة كده بحيث ان احنا نشوفها كده، وهنجرب نضغط عليها. كده العملية نجحت، وكده بقى معانا ال 80 نقطة. هنقوم ضاغطين على دي، ادي استنى ديت، هنقوم شايلينها كده، نتاكد اللي هي بقت بالمنظر ده كده، بحيث ان احنا كده خدنا ال 80 نقطه دي. هنقوم داخلين طبعا في شويه مهام في الاول كده، يعتبر كده دمت انتهوا. يعني اللي مش هتعرف تعمل فيهم اي حاجه، هما انتهم. لان يعني هو بيبقى ليهم وقت، يعني ممكن يبقى ليه وقت وممكن يبقى مفتوح. فديت كان ليها وقت فملحقناهاش. فاحنا دخلنا على تاني واحده، خلصناها تمام. وهندخل على تالت واحده هنا، وهنعمل برضو المهام اللي موجودة هنا. هنيجي هنا ممكن نشوف لو احنا عايزين نفهم المهام دي مطلوب منها ايه، ممكن نقوم مترجمينها بالمنظر ده كده بحيث ان احنا نعرف هي ايه. تفضل بزيارة الموقع دوت لأي رمز مميز. تمام، احنا نقوم مثلا داخلين على الموقع ده نفتحه، وهو هيطلب مننا اللي احنا يعني نعمل فيه مهمة. هيفتح لنا المكان ده كده، وهيجيب لنا برضو الرابط هنا، نقوم ضاغطين عليه، وهنقوم قافلين ده ملوش لازمه، اللي هو دوت ملوش لازمه دلوقتي، هنقوم قافلينه. وهنخش في المكان دوت، هنقوم رابطين المحفظه بتاعتنا من هنا. طبعا انا عندي مشكله هنا لاني عندي محافظ كتير، فهي بالنسبه للمهام دي هي انتهت، يعني مبقاش لها وجود. فانت بتكمل بقيه المهام بتاعها. فالمهم بتضغط هنا، تمام، بيفتح لك الموقع دوت. بتعمل عمليه سواب، اللي انت بتبدل يعني بتبدل عمله بعمله والكلام ده كله. فبيفتح لك الموقع ده. بتقوم لما بعد ما بتخش على الموقع دوت، بتقوم عامل كونكت للمحفظة بتاعك، وبتختار الميتا ماسك. طبعا هو بيتصل بالميتا ماسك. وبعد ما نخش على الموقع هنا، الموقع دوت هو طالب مني هنا زي ما هو كاتب لي كده، طالب مني ان انا، طالب مني هنا انا هترجم الكلام برضو بحيث اللي هو يعرف. طالب مني هنا لازما ابدل اي حاجة، يو اس دي تي بيو اس دي سي. تمام، يعني لازما ابدل العمله ديت من العمله دي. طب هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ هنقوم رايحين على الموقع دوت، هتلاقوا برضو رابط الموقع ده اسفل الفيديو. هنا هتختار مثلا شبكة تسنت تكون موجودة. هشوف كده لو في حاجة تكون موجودة بحيث هو كده كله عايز اللي هو
عملة الجورلي. تمام، فاحنا هنختار الاثيريوم، وهنقوم جايبين المحفظة بتاعتنا. طب احنا معناش العملة دي، طب احنا هنجيبها منين؟ هجيب لك، برضو هعمل لك موقع دلوقتي بحيث ان انت تعدن شوية عملات من دول. برضو هي عملة تجريبية، تعدن شوية عملات من دول بحيث ان انت تستخدمها برضو بعد كده. هتقوم داخل على الموقع ده. ده موقع صنبور عملة اللي هي الجورلي. تمام. طب هيشتغل ازاي؟ هنقوم رايحين على الميتا ماسك، محفظة الميتا ماسك دي، ونقوم مختارين الشبكة اللي هي بتاعت الجورلي. تمام، هي طبعا نفس الشبكة اللي هي الشبكات اللي هي موجودة في الميتا ماسك، يعني هي الشبكات دي موجودة في الميتا ماسك. مش عارف، هي هتظهر عندك بسرعة، هي بس ما بتظهرش عندي. اللي هي دي الشبكة دي، الشبكة دي اللي هيبقى عليها العملة ديت اللي انت هتقدر تشتغل بيها. هنقوم واخدين برضو الرابط بتاع المحفظة بتاعتها كده، وهنيجي هنا. تمام، وهنقوم حاطين الرابط بتاع المحفظة، وانا لسه برنامج روبوت. تمام، وهنشوف بيقول لك الدرج، الصورة مش باينة اساسا. ونقوم داخلين عليها كده ونعمل تحقيق، جايب لك المناطق. ماشي. تمام، وتقوم عامل ستارت. هو هيبتدي يعدل لك العمله دي، يعني هو ممكن ياخد وقت شويه، تزود وقت اللي هي قامت. بعد ما بيخلص وقت التعدين اللي انت وصلت له، هيقوم جاي لك بالمنظر ده هنا. طبعا دي برضو عمله تجريبيه مش حقيقيه. تمام، هتبتدي هتقوم واخد رابط المحفظه، وهتختار برضو السيريوم جورل، يعني لازم تختار دي هنا. هيبقى هنا برضو نفس النظام اللي هي الجورل دي، وهنا برضو نفس النظام. وهتقوم حاطط رابط المحفظه بتاعك، وهتقول له انا ابعت لي العشرة يو اس دي سي. تمام، هيبعتهم لك على البتاع. طبعا هنا بيقول لك خلاص انا بعتهم لك. تمام، هنجرب كده لو احنا ينفع يبعت لنا 10 كمان، او لازم نقعد كده، لازم نقعد 24 ساعه برضه. ده برضو كل ده هيبقى موجود عندك اسفل الفيديو. بعد ما خدنا الفوسات. تمام، هنيجي هنا هنلاقي نفسنا. طبعا انا كده كده عندي الفوسيت ده موجود. تمام، هنيجي نقوم حاملين، هنيجي هنا نختار. اهم حاجه برضو هنقوم جايين هنا نختار الجلي تسنت. تمام، هنختارها كده. وهنا هنختار، وهنيجي هنا تحت هنقوم مختارين اللي هي اكس 1 تسنت اللي هي الشبكه. هنيجي هنا نختار اليو اس دي سي. تمام، وبرضه هكذا. هنقوم كاتبين مثلا وليكن اتنين مثلا. تمام، ونقوم عاملين السواب. فانت لازم تختار الجلي تسنت والعمله ديت، وتختار اللي هي الشبكه اللي احنا اساسا بنعمل عليها الايدروب، ونختار برضو العمله دي، ونقوم عاملين سواب. هنقوم ضاغطين هنا، هيجيب لنا الميتا ماسك دلوقتي اللي احنا نأكد المعامله. تمام، هنا هنيجي لو جالنا بالمنظر ده كده، هنيجي نقوم عاملين رقم اتنين، يعني نمسح كل ده، وهنقوم عاملين رقم اتنين. تمام، وهنقوم عاملين التالي، وهنقوم عاملين برضو ضغطين هنا كده. احنا بنبعت اليو اس دي سي من الشبكه دي للشبكه دي. طبعا دي مهمه وطالبه مننا ولازم نعملها. هنستنى لحد ما تخلص خالص، ونقوم ضاغطين هنا. تمام، ونقوم مأكدين برضو المعامله على الميتا ماسك، ونقوم عاملين توقيع، وهننتظر لحد ما يخلص. طبعا يا جماعة الحاجات دي مهمة جدا، لازما تعملها بالحرف، ولو تعرف تعملها يوميا اعملها. هنقوم برضو عاملين التأكيد، وهننتظر لحد ما العداد ده يخلص. في هنا عداد بيمشي، هننتظر لحد ما يخلص وبعدين نضغط على الكلمة دي.
هنا بعد ما اخلص كده بعت المعاملة وكل شيء تمام. وهنرجع على الجلاكسي تاني وهنقوم عاملين ديت، هنشوف المعاملة تمت ولا لا. طب احنا هنسيبها شوية، هنقوم رايحين على اللي بعدها عما ديت تخلص، هنشوف هو عايز يعمل ايه. هنا بيقول لك هنعمل بريدج، يعني هنعمل بريدج من السابوليا الى اكس 1. هنقوم داخلين عليها، هنيجي هنا على الموقع دوت، هنقوم عاملين كونكت المحفظة، هنختار الميتا ماسك وهنعمل تأكيد ارتباط الموقع بالميتا ماسك. وهنا هيجيب لنا المطلوب مننا، هنجيب اللي هي هنا نضغط على التسند دي، وهنجيب هنا نختار الشبكة، هنجيب الشبكة اللي هي، نشوف اي شبكة نجيب مثلا اللي هي السابوليا دي. طبعا احنا كده واخدين عملة عليها، ونقوم مختارين الشبكة اللي هي بتاعت اكس 1. هنا جاب لنا العملة اللي معانا هيت، هنختار هنا الشبكة بتاعت السابوليا وهنا الاكس 1. تمام. وهنعمل اي حاجة، يعني مثلا هنعمل 0.1. تمام. وهنقوم عاملين سن اللي هو يرسل، هيفتح لنا الميتا ماسك بحيث ان احنا نأكد على المعاملة ديت. وهننزل تحت كده ونقوم عاملين تأكيد، وهننتظر لحين المعاملة تنتهي. كده هي المعاملة انتهت. هنقوم رايحين بعد ما عملنا المعاملة ديت، هنقوم رايحين هنا. طبعا هنا العلامة ديت بقت صح اهيت، هنقوم عاملين برضو العلامة دي كده تشوفها، برضو لسه المعاملة موصلتش. تمام. احنا هنسيبها شوية ونخش على اللي بعدها، بحيث ان احنا برضو نديها وقت شوية. هنشوف ده طالب مننا ايه. قم بإجراء مبادلة عبر سلسلة. هنا يعني برضو نفس الموضوع، صواب، هنبدل من عملة لعملة. بعد ما نخش على الموقع ده هنعمل كونكت للمحفظة، هنختار محفظة الميتا ماسك، هنعمل ربط بالموقع، هنعمل التالي اتصال، وهنختار هنا الشبكة ديت الجلي، وهنقوم ضايفين الشبكة. هنا هنقوم كاتبين رقم بسيط مثلا 0.1، وهنا هنقوم ضاغطين هنا، هنختار اللي هي الشبكة دي. تمام. وهنختار العملة ديت. بعد ما كتبنا هنا وهنختار العملة اللي احنا اخترناها اللي هي دي. تمام. هننزل تحت خالص وهنعمل سواب، وهنعمل تأكيد للمعاملة. هنقوم عاملين التأكيد هنا، وهننتظر لحد ما يبعت لنا العملة من الشبكة دي للشبكة دي. طبعا هو بيعد هنا، سيبه يعد خالص لحد ما العداد ده يخلص، وبعدين هتتم العملية. هنا بعد ما العداد خلص، العملية كده نجحت، وكده انت عملت المهمة اللي مطلوبة منك. تمام. هنرجع على موقع الجلاكسي وهنضغط هنا ونشوف، هي كده لسه برضو ما تمتش اوي، يعني هي الحاجات دي بتاخد وقت بس شوية. طبعا هي واحدة سمعت هنا هيت، والتانية برضو لسه ما سمعتش، فممكن نسيبها برضو 5 دقايق ولا حاجة عشان ناخد اكبر عدد من النقط. يعني دي ممكن تدينا كمان 50 نقطة، يبقوا 200 نقطة ولا حاجة. وطبعا بعد ما خدت، يعني بعد ما تاخد النقاط اكبر عدد من النقاط، خلاص انت كده بقيت تميت المهمات كلها. ولو تعرف تخش يوميا، طبعا كده تحاول تخش يوميا تشوف المكان دوت في مهمات جديدة هم ضافوها ولا لا، وتحاول دايما تخش تعمل البريدج ده يوميا. لو كل يوم مرة تعملها مرة ولا حاجة في البريدج ده، كل ده بيقويك في الادروب اللي انت تكسب مبلغ اكبر. فهو ده كان الشرح كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.